السلام عليكم. شلونكم بنات؟ ان شاء الله تكونون كلكم بخير. اليوم ويانا طريقة عمل الطرشي. اليوم حضرت الغراض وورا الثرم راح اراويكم طريقة العمل، بس قبل لا هاي اقول لكم بالمواد اللي حضرتها. الشلغم قشرته وحضرته، والشوندر هم قشرته، وعندنا قرنابيط ولانة لونين وليمون والمازة، وهذا عصفر وحبة سودة وملح. وورا ما اثرمهم ان شاء الله ارجع لكم. رجعت لكم بنات بعد ما كملت الثرم، واحب انوه اقول لكم مو حبه سوداء، انا خطأت، يعني هي فلفل اسود. وضفت عندي هاي الفليفله البارده، وذني كم سنتوم وجزر شويه. من عندي ثرمتهم، يعني بالاضافه للمواد الاولى. وراح اخلط هاي المواد كلها وندخلهن بالشيش اللي راح نكبس بهن الطرشي. بس ارد اقول لكم هذا الفلفل الاسود فائدته حتى ما يتلف الطرشي، يعني انا عرفت من المطبخ المغربي بانه فائدته قبل ما كنت احطه. وهذا العصفر للليمون، وهذا الليمون اكو ناس تسويه يعني وحده بشيشه يسموه ليمون معصفر، يعني ياكلوا وحده. انا حبيت اخلطه ويا الطرشي يسوون هيجي شلون الزائد، بس ما تنفتح الليمونه كلها. نحط لها كأنه ما نحشيها. هسه اكملهن واخلط المواد احطهم بالشيشه حتى اراويكم شلون مقادير الخل اللي راح نحطها وش قد نخلط وياه ماي وملح. راجعي لكم ورا ما نخلي المكونات هاي كلها بالشيشه. هسه رجعت لكم بنات بعد ما خليت المواد بالشيش الموجوده عندنا، او اكو ناس يسموها البرطمانات. الفلفل الاسود على وجه المواد اللي حطيتها على الوجه ينحط هنا. والشيش بالنسبة إلهن حتى ما الطرشي يعني يعفن أو يقطن، نغسلهن أول غسلة بالزاهي، وبعدين بماي حار يعني يغلي فاير، يلا نغسلهن بيه حتى يتعقمن. وثالث شغلة نسويها إلهن بالخل، نحط خل شوية بالشيشة ونحط القبق عليها ونخضها زين ونذب الخل بيها. هاي صارت جاهزة الشيشة يعني للطرشي، حتى ما الطرشي يعني يخرب اللي ببطنها. وهسه راح اراويكم ايش قد نحط. كل قلاص خل راح احط له خاشوقتين ملح و3 قلاصات ماي. هاي محضرة الماي انا. والطرشي مال الشتاء لونه حلو، يعني لأن ألوانه هواية، مو مثل الطرشي بالصيف لونه الغالب يعني على سواد، يتلون أحمر. فنستخدم له خل أبيض حتى ما يغير لونه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي القلاص الأول من الخل راح أحط قد ما هي الشيشة يعني تستقبل، راح أظل على هالطريقة قلاص خل ب3 ماي. هذا القلاص الثالث. راح احط لها بعد قلاص خل وهم 3 قلاصات ماي. بس ما انسى خلي اراويكم شلون احط الملح خاشوقتين.
لاحظوا بنات، هاي بعد ما كملنا حطينا الغرام، وقلت لكم كل 3 قلاصات معي قلاص خل خليت، والملح حطيت خاشوقتين انا، وهم حسب الرغبة، يعني اكو ناس يجوز اصلا ما تحبه كلش مالح. وهاي الكياسة اللي نجمد بيها الاكل، كيس نظيف حتى ما يضر الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه بنات هاي بعد مرور 4 أيام أنا ما خليتها برا وحرارة يعني وما لاحت الشمس، هاي على حرارة المطبخ، وما تتصورون الريحة شقد طيبة. يعني فتحت الشيشة أخذت أنا من هاي، وهاي فتحتها حتى أراويكم شلون ريحتها كلش طيبة، وأتمنى تكونوا قريبين وحتى تاكلون ويانا من عنده. وبنهاية الفيديو إذا أعجبكم الطرشي مالت البيت، الطرشي الأحمر، أتمنى تسوون مثله وإن شاء الله يعجبكم. وبنهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك واللايك والشير، ومع السلامة.